هلو هلو، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده بقى في مثل كده هنقوله وهنعمله، اللي هو ايه؟ يموت المعلم وهو بيتعلم. يعني ايه يا حلوين؟ يعني النهارده هنعمل مكرونه بشاميل. طبعا احنا كتير جدا عملنا البشاميل في القناه عندي وفي كل حته وكلكم عارفين، ودايما انتوا عارفين ان انا دايما بقول لكم ان في طرق كتير جدا للبشاميل، للرو بتاع البشاميل. طيب مرمر كانت بتعمله ازاي؟ كنت بعمله على السخن، يعني بحمص الدقيق وادوبه في معلقه سمنه او شويه زيت او الاتنين مع بعض لغايه ما يبقى لونه ذهبي، وانزل عليه بالحليب البارد. النهارده انا قررت اعمله بطريقه مختلفه هنشوفها، بس بعد طبعا ما نقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ونسمي الله. ونبدا اول حاجه بسلق المكرونه زي ما شفتوها، وتاني حاجه بعد ما سلقنا المكرونه واخدنا شويه من الميه بتاعتها هنعصج اللحمه. في الوok نزلت بمعلقه سمنه او شويه زيت او حته زبده، اي حاجه انت تحبيها، وهنزل بالبصله اول ما تدبل انزل عليها باللحمه، شويه هيل مطحون، شويه حبه البركه وشويه فلفل اسود، والملح بسيبه للاخر او بحط مكانه مكعب مرقه دجاج. طيب هنا يا مرمر هتعملي العصاج كده عادي لوحده ولا هتحطي عليه اضافات؟ لا مرمر هتحط عليه اضافات. طبعا زي ما قلت لكم ان كل ست فينا عندها التريكس بتاعتها. طيب في ستات بيحبوا يعملوا البشاميل ابيض في ابيض، يعني حتى العصاج ما يبقاش عليه صوص طماطم او اي حاجه من الكلام ده. وفي ناس تانيين بيحبوا يعملوا المكرونه بالصلصه، ما تبقاش مكرونه بيضه. انا بقى عملت الميكس. عملت ايه؟ العصاج بتاعي عملته بالصلصه، وحطيت كمان معاه حاجه هتخلي طعمه مسكر قوي، وفي نفس الوقت سبت المكرونه بتاعتي بيضه. طيب هيبقى الحل ايه؟ هيبقى لونها كده بينك زي ما انتوا عارفين وشايفين. هنلاقي العصاج نزل الصلصه بتاعته، هتندمج شويه مع المكرونه مع البشاميل، هيبقى لونها حلو قوي وان شاء الله يعجبكم. قبل كده في القناه عملنا البشاميل بطرق مختلفه. انا هنا زي ما انتوا شايفين هنزل على العصاج بشويه فلفل الوان. ليه يا مرمر؟ الفلفل بيديله طعم حلو قوي وتسكيره، وكمان لو انا عندي ربع كيلو لحمه الربع هيبقى نص، لو انا عندي نص النص هيبقى بزياده 3/4 او كيلو زي ما انت تحبي. انا هنا كمان نزلت بباكت صلصه، وابدا كده ازود شويه ميه صغيرين يتسبكوا كده مع بعض. وانا مش بنشف اللحمه خالص، انا دايما بحب اسيب في اللحمه المفرومه او العصاج شويه صوص. وعلى فكره بديله وقته الكافي جدا جدا في السوى، يعني ما بستعجلش عليه واقول خلاص خلص واقلبه كده كده بسرعه، لا انا بزود له ميه عشان يستوي. طعم اللحمه بيطلع وبيبقى حلو جدا. هنا حطيت بقى رشه شطه تخلي كده الطعم مشطشط شويه، وكمان نزلت بايه؟ بربع معلقه السكر اللي انا بحطها. كده خلاص العصاج بتاعي هيتسبك ونقول له باي باي. ندخل بقى على ايه؟ على البشاميل. طيب انا النهارده قلت لكم ان البشاميل بتاعي هيبقى على البارد. يعني ايه على البارد يا نرمين؟ يعني هجيب الحله بتاعتي هنزل فيها بلتر لبن اللي هو حليب يعني، وانزل عليه ب4 أو 5 معالق من الدقيق، وابدا اقلب 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 على البارد عادي جدا. شوفوا هنا انا ما حطيتش لسه ماده دهنيه خالص ولا حطيت اي حاجه. طيب ايه الفرق بينه وبين الرو اللي انا بعمله سخن؟ والله العظيم 3 انا ما كنتش متخيله فرق الطعم والنكهه وانه هيطلع خفيف بالمنظر ده. انا طول عمري بسمع انه بيعملوه على البارد، فقلت طب وايه يعني ما اجربه، بما ان انا عملت بشاميل اكتر من مره في القناه خلوني النهارده اعملها بتكنيك مختلف الناس تستفيد، ومنها انا كمان اكون جربت وعرفت ايه الفرق. يا جماعه طعمه خفيف جدا ونكهته حلوه قوي، الدقيق دايب ومستوي على الاخر، وكمان ما بقاش في طعم التحميصه اللي كنت انا بعملها لما كنت بحمره الاول في السمنه والزيت، وكمان ما اخدش ماده دهنيه كبيره زي ما كنت بعمل ميكس ما بين الزيت والسمنه او الزيت والزبده عشان الدقيق يفك ويقدر يتحمر كويس، فطلع خفيف جدا. بس اهم حاجه طول ما انتي بتعملي البشاميل لازم تكون ايديكي بالويسك فيه بسرعه جدا، تفضلي تدوبي وتقلبي. شوفوا هنا انا اللي حطيتها معلقه سمنه بلدي عاديه من المعلقه اللي احنا بناكل بيها عادي، ما احتاجتش زياده عن كده، وزودت كريمه الخفق اللي احنا متعودين عليها، وحطيت مكعبات الماجي اللي هتشوفوها دلوقتي، وشويه الفلفل الاسود، واحلى حاجه بتديله نكهه شويه جوز الطيب. يا جماعه جوز الطيب عليها قولان، في ناس قالوا اوكي وناس قالوا مش اوكي، بس انا احب اعرفكم ان اي توابل احنا بنجيبها من بره فيها جوز الطيب، واحنا نحط حاجه بسيطه عشان نكون في الوسط يعني.
هنا نزلت بكريمه الخفق، شايفين القوام بدأ يبقى حلو ازاي. وكمان شويه ميه المكرونه اللي انا حطيتهم هنا للرو كمان تقلها وخلاها كريمي جدا. عايزه بقى هنا تنزلي كمان بمكعبين جبنه كريمي، انزلي. عايزه تحطي معلقه جبنه جلاسات حطي، بس انا لقيت ان هو كده حلو جدا، لان كريمه الخفق اوريدي يعني فيها دسم وكان حلو قوي. بصوا والله كان حرير ما شاء الله اللهم بارك، عجب الولاد جدا جدا، وكانت بصراحه نتيجته هايله. انا كده هنا خلاص اخر حاجه هعملها اضافه هحطها، اللي انا طبعا قلت لكم هو حاجه اخدها من مامتي الله يرحمها، وبتدي وش حلو قوي قوي للبشاميل، وكمان بتدي له قيمه غذائيه عشان ولادنا، هم البيض. بنزل كده ببيضتين او بيضه زي ما تحبي، كل واحد براحته، شويه ملح وشويه فلفل اسود، وبسرعه بسرعه 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 بالويسك تفضلي تقلبي تقلبي تقلبي. شايفين بقى اللون وشايفين القوام. لقيتيه تقيل زوديه شويه ميه او زوديه شويه حليب عادي قوي، مفيش اي مشكله. احنا المطبخ ده لعبتنا، ندخل شويه نلعب، نحط ده على ده نحط ده على ده، هيطلع لك احلى حاجه في الدنيا صدقيني، ما تخافيش. ادخلي كده بقلب جامد لو انت لسه جديده وتعلمي، ولو انت كده ست كبيره زيي وبقالك كتير متجوزه وعندك مطبخ وعندك ولاد، جربي. مش كل تاب احنا بنعملها في الطبيخ لازم تكون زي ما الكتاب قال. خدي معلومه من هنا خدي معلومه من هناك واعملي اللي انت عايزاه. كل حاجه بتتعلميها جديده فيها فايده ليكي ولغيرك. هنا بقى شويه المكرونه بعد ما سلقناهم، كانت المكرونه شويه مسكت في بعضها، لان النوع دوت انا اول مره استخدمه، وهو نوع يعني مش ايطالي فمسك شويه في بعضه، بس على فكره طعمه طلع حلو يعني، على قد ما هي كان فيها شويه نشا كتيره بس طعمها طلع حلو قوي. وكمان دايبه كده تحسوها بقت ايه زي الزبده كده في البشاميل، تاكليها كده بالشوكه اولى لا مش قادره اقول لكم، كانت خطيره بصراحه انا جعت تاني ولا ايه كده، مش هعرف اتغدى يا جماعه. وخلاص بقى نزلنا بشويه البشاميل وعملنا ميكس 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 ميكس، ودلوقتي بقى شويه العصاج اللي لونهم فظيع وتحفه. ودايما اتعودي كده وانت بتفردي بقى اللحمه المفرومه في اي حاجه بتعمليها، اذا كان بقى جلاش، اذا كان رقاق، اذا كان بشاميل، اي حاجه محتاجه حشو دايما خلي الحشو في الوسط زي الجناب زي في الطرف زي فوق زي تحت، عشان لما تيجي تقسمي الاكل بتاعك مفيش حد يتخانق مع حد، يبقى الاكل كله تمام ومحدش يتظلم. انا هنا خلاص سويت بقى اللحمه بتاعتي، وطعم الصينيه كده كان اخر اغراء واخر جمال. هنزل بالطبقه التانية بتاعه المكرونه، وطبعا في الاثناء دي انا كنت مسخنه الفرن بتاعي على اعلى درجه حراره عندي من تحت، بس شويه كده ادخلها على الفرن السخن. اول ما الاقي لون الوش بتاعي بدا يحمر افتح الشوايه عليها، عندك من فوق من تحت زي ما انت عايزه. انا هنا ما حبيتش احط جبنه موتزاريلا او جبنه تشيدر او اي حاجه، انا النهارده كنت حابه اعملها تقليديه جدا زي كده ما الكتاب كان بيقول. انتي بس اللي فرق عايزه تعمليها بيضه عايزه تعمليها حمرا زي ما قلت لك تعمليها ازاي. ودي سفرتنا، عملنا جنبها شويه سكالوب شويه سلطه حلوين ومخلل، اي عصير عندك، ونقول بسم الله ونقطع ونستمتع بالطعم. ولمي كده كل حبايبك على سفرة حلوة، لقمة هنية تكفي 100. لو بتتفرجوا لغاية هنا دلوقتي انا بقول لكم بحبكم جدا جدا وميرسي قوي قوي على كل الدعم. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، ما ننساش نعمل سبسكرايب ولايك وكومنت بكون فرحانة بيه. ولو بتشوفوني على التيك توك او الانستجرام او الفيسبوك يا ريت نعمل فولو ولايك، وكمان هستنى كومنت. بحبكم جدا، اشوفكم على خير ويا رب كلكم سعداء، وندعي لاخواتنا، وباي باي مع الف سلامة.